ان عصام وراجل معاه مدرب حراس مرمى ان عصام الحضري يبقى موجود. فحصل وما حصلش. هو يعني انت راجل، هو الراجل ما وافقش، الراجل قال لك انا معايا مدرب حراس مرمى بقاله 12 يعني انت سنه. المفروض تطلع، انت راجل مسؤول في اتحاد الكوره الواجهه دلوقتي، تطلع تقول انا بضغط وبنقنع ان ندخل. يعني انت عايز يبقى عندك 2 مدربين حراس مرمى، وبعدين ليه لازم يبقى موجود كذا وكذا وكذا؟ ليه اتعودنا كده من التعليمات من الاخ هاني ابو رضا ان لازم يبقى موجود الناس اللي كانوا معاه ولاده اللي هو مربيهم كذا وكذا وكذا، اللي لازم شغالين على المنتخبات كلهم يميدوا. الكلام ده ما كله عارف، بس ما حدش بيقوله عشان خاطر ما كله لازم يعني كلام ما ينفعش يتقال، وكلام يبقى فيه عشان نخاف على احاسيس الناس اللي هم حسابات وحته ان كل واحد بيجامل التاني. فانا زي ما بقول لك، انا دلوقتي المدرب الاجنبي اللي انت جايبه بتدفع له العمله الصعبه، من حقه انه يقول لك مش عايز ده ومش عايز ده. طب كابتن ابراهيم ماشي، حقه ايه؟ وجاي ياكل عيش، جاي ياكل عيش، فلازم يمشيها زي ما كلاتنبرج وميجالي وزي ما النهارده فيتوريا بيعملوا كده. ريح دماغك كابتن حسام. سعد زغلول بقاله 8 قال لك مفيش فايده من 20 مليار سنه، مفيش فايده. كل سنه طيب. تعليمات ايا كان في الجهاز من حقه انه يقول لك ده مش عايزه مش تروح نتصالح ونعمل قعده عرب. انا قصدك على كابتن عصام الحضري يعني؟ انا موقف زي ده مثلا، موقف زي ده. انت الاخ مش عارف مين في حازم ومين والبركات بيعملوا صلح. يا نهار اسود، صلح ده مدير فني ومدير فني اجنبي. لما واحد عندي انا رئيس جهاز موجود وواحد ما نفذش تعليمات، خلاص ما ده مش موجود، بتصالحنا على ايه؟ انما انا بتكلم، انت في ناس لازم مفروضه تحطها بتيجي تدخل ده في المؤتمر. ارجع للمؤتمر الصحفي اللي عمله حازم في الاول ساعه ما قعدوا الراجل على جنب جمال علام وما طلعش بعد ما حصل نقاش جوه واتفقوا على ان يبقى الواجهه كذا. طلع قال احنا دلوقتي بنحاول. ارجع للمؤتمر الصحفي ان مثلا ان بنقنع الراجل ان عصام وراجل معاه مدرب حراس مرمى ان عصام الحضري يبقى موجود. فحصل وما حصلش. يعني انت راجل، هو الراجل ما وافقش، الراجل قال يا باشا الناس دي مرمطوا مصلحه الكره المصريه. كابتن حسام يا حسن يا عم، ده ابراهيم مش حسام، 2 زي بعضيه، حسام زي ابراهيم، الاثنين فيش فرق بينهم غير حسنه. هنا مصلحه بتاعت الكره المصريه اتهرت، مصلحه ولا مروحه.